السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده والمطبخ منا هنعمل مع بعض العيش الفينو بطريقه جميله، يكون هش وكتن خالص معانا بمناسبه المدارس. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه هيبقى معانا 2 كوبايه ميه. اول واحده اهي 2 كوبايه. احنا المقدار بتاعنا كيلو دقيق هياخد حوالي 2 وربع ميه، بس احنا هنبدا دلوقتي هنحط 2 بس. كوبايتين ميه اهي معانا كده، وهنحط باكوين من الخميره الفوريه، يعني حوالي 15 جرام خميره فوريه، عليهم 100 جرام سكر، وعلى الكيلو 100 جرام سكر. وهنقلبهم كويس كده عشان نتاكد ان الخميره شغاله معانا. الخميره كده تطلع رغايه معايا، وهي كده شغاله معايا. يبقوا تمام خالص كده. يبقى كوبايتين ميه دافيين عليهم 15 جرام خميره فوريه و100 جرام سكر. تمام كده. ننزل بقى بحوالي 70 جرام زيت، هنحوش حبه صغيرين كده، هنعوزهم بعدين. نقلب برضو كويس. انا معلقتين خل، ومعانا كيلو من الدقيق منخول كويس خالص معانا اهو. هننزل بقى واحده واحده كده بالدقيق. تمام كده. وهننزل بمعلقه ملح صغيره ومعلقه كربوناتو صغيره. هنقلب بقى الحاجات دي كلها كده مع بعضها. هسيب لكم المقادير بالظبط بالجرامات وبالعيار كلها تحت الفيديو ان شاء الله. اهم حاجه بس نركز دلوقتي في الطريقه، وهنسيب لكم المقادير كلها تحت الفيديو. انا حطيت كوبايتين ميه بس، فاحتمال برضو ان احنا نعوز كمان ربع كوبايه. كده يا حبايبي اهوت حطينا كوبايتين بس في الميه، ومعايا كمان نص كوبايه فريحه اهي. هنحط منها حبه حبه كده. اهم حاجه ان انت تحطي حبه حبه الميه عشان يبقى الدقيق فيه عرق معاكي. بالراحه كده بعد الدقيق ما يروح كده منك خالص، هتنزلي برضو حبه شويه صغيرين ميه. طبعا انتوا شايفين لسه برضو ايه، هنجيلها بس دقيقتين كده، بعد كده بقى نطلعها على الرخامه عشان ايه نخدمها كويس. اهم حاجه تديها راحتها في الميه وتخدميها كويس، اهم حاجه في العجن. وده حوالي ربع ساعه عجن على الرخامه، وتفردي وسيبها ترتاح شويه، تعجني شويه وتريحيها شويه. تلمها بس كده، التلزيقه اللي فيها دي تروح، وننقلها على الرخامه. نسيبها دقيقتين بس كده، ننضف ايدي بس كويس كده، ونسيبها دقيقتين ونرجع لها تاني تكون لمت نفسها شويه. هنا يا حبايبي اهي مسكت كده بقى، لمت في بعضها. يبقى احنا كده بقى نطلعها على الرخامه. هنتم بس دهن الزيت صغيره كده على الرخامه عشان ناخد راحتنا في العجن ونخدمها كويس. دهن الزيت صغيره كده، وناخدها معانا وفرحنا طبق فيه حبه ميه عشان لو محتاجه ميه نبل بس ايدينا كده منه. صلوا على رسول الله. طبعا تعمليه في البيت عشان المدارس كل يوم بتعوزي عيش فينو طبعا للمدارس، فعشان تشتري بتبقى مكلفه شويه. وبعدين على فكره ممكن تعمليه محشي جبنه رومي، تبشري جبنه رومي وتحطيه في اللفه بتاعته، او مربى او شوكولاته. يبقى كده الاطفال ياخدوه معاهم الصبح كده، يبقى ايه وجبه كامله. وتكيسيه وتحطيه في الفريزر وتطلعي كل يوم على قد طلبك. عايزه تعملي 2 كيلو هتضاعفي المقادير اللي احنا عملناها، كيلو ونص هتعملي برضو ايه نص المقدار، وكيلو تعملي الكميه اللي انت عايزاها على المقادير اللي احنا قلنا عليها ديت. اهم حاجه بس الميه واحده واحده كده، بلي ايدك كده ميه من الطبق وتكملي عادي، عشان لو كبيتي الميه يثرى منك تطلع الميه ياما شويه ولا حاجه. بالطريقه ديت كده. وخبطه العجينه دي بتزود العرق معاكي. شايفين العجينه ناعمه ازاي معانا؟ هنسيبها كده دقيقتين كده قدامنا كده، دقيقتين 2 بالظبط، ونرجع لها تاني. سبتها دقيقتين ورجعت لها تاني اهو. شوفوا كده بقت طريه وزي الفل معانا اهي. نفردها برضو كده، هنبل ايد ميه كده
ونديها كمان عجنه فيها. يبقى كده يعني هتاخد معانا حوالي كوبايتين وربع ميه كيلو دقيق. هو برضو حسب نوع الدقيق برضو، يعني العجينه عايزينها تبقى يعني ايه طريه معاكي تلزق في ايديكي، فانت تعوزي ايدك زيت عشان ما تلزقش. بصي طول انت ما تشد العجينه كده وتتقطم منك يبقى كده لسه عجن تاني. لما تشديها كده وما تتقطمش منك تمط معاكي يبقى كده ايه خدت راحتها في العجن. لقيتها لزقت معاكي هتسيبها دقيقه وترجعي لها تاني. كل شويه تبلي ايدك ميه عشان تاخد راحتها هي في الميه، عشان كل عجينه ما تبقى طريه معاكي كل رغيف ما يبقى هش من جوه وطري. وانت خدماها كويس، حط لها خميره، حط لها بودر، حط لها خل، فلازم بقى تعجنيها كويس. بصوا يا حبايبي معايا اهي العجينه، بصوا تمط ازاي اهي، تمط معاك اهي وبقى كده 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 تمام وبقت جميله اهي بسم الله ما شاء الله وناعمه وجميله. يبقى احنا هنعمل لها ايه بقى دلوقتي؟ حبه الزيت اللي احنا كنا حايشينهم هنديها كمان عجنه بيهم. معلقه الزيت اللي احنا كنا حايشينها اهي هنديها كمان عجنه بمعلقه الزيت، هتتقطع معانا تاني وهتمط تاني هنعجنها تاني بحبه الزيت لحد تبقى زي الفل كده معانا عشان يخلي فيه عرق معانا. انت ال 700 جرام زيت هتحوشي بس منهم معلقتين كده، تديها حبه عجين كده في الاخر بيهم. هنا يا حبايبنا لميتها بالزيت اهو، هناخدها بقى في الطبق. الطبق ده مطحون زيت ماشي، نحطها فيه كده صلوا على رسول الله، نديها دهنه صغيره زيت كده عشان وشها ما ينشفش وعشان الاسترتش ما يلزقش فيه. يبقى الطبق مطحون زيت ونديها دهنه صغيره زيت كده. اغطيها بقى بالاسترتش ونسيبها حوالي 40 دقيقه كده معانا اهي. هنخمرها حوالي 40 دقيقه وبعد كده نشوف هنعمل بقى فيها ايه. العجينه اهي شايفين كده عدى تلت ساعه معانا، شايفين بسم الله ما شاء الله. تهبطي بقى العجينه كده، تمسكي العجينه كده تهبطيها كده كلها بسم الله ما شاء الله معانا اهي ومش لازقه اهي وزي الفل اهي. همسكها بقى نقطعها في صينيه كده مدهونه زيت اهي معايا ونقطعها بقى كور كده. الكوره دي كده حوالي نعملها مثلا حوالي 70 جرام. الكوره كده معانا حوالي 70 جرام اهي. تهبطيها كده ونحطها كده في صينيه كده، صينيه مدهونه زيت. بصي العجينه طريه ازاي وجميله معانا وما بتلزقش اهي لان هي كان وشها عليه زيت. هنقطع بقى الكميه دي كلها كده زي ما انتم شايفين كده. هنا يا حبايبي اتقطعت بالطريقه دي قدامكم الكور دي. يبقى الكيلو قطع معانا 25 رغيف، 70 جرام هيقطع معاك 25 رغيف. يبقى انا كده دهنت وشهم زيت بسيط كده عشان بس ايه ما يلزقوش في الكيس. وهنغطيهم بقى بكيس كده بس 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير، كيس كده وفوطه. وبعد كده هنشكل مع بعض ونشوف ان احنا هنشكل ازاي. هنا يا حبايبي العجينه خمرت معانا اهي. هنبدا بقى نشيل كده الكيس من عليها وما نشيلوش كله، حبه حبه كده اللي احنا هنستخدمه بس. رشه صغيره كده من الزيت كده على الرخامه قدامي ونبدا بقى ايه نشكل بقى. نشوف هنشكلها ازاي. شايفين طريه ازاي معانا اهي، حتى لو بالايد هتتفرد من غير نشابه ولا حاجه. شايفين ما بتلزقش معانا اهي. هنعملها عباره عن ايه مستطيل كده عشان نعرف نلفها. اتفردت بسهوله ازاي من غير ايه نشابه معايا. على شكل مستطيل كده معايا اهي. نطولها شويه كده. احنا ممكن نعملها ساده كده وممكن نحشيها مربى وممكن نحشيها شوكولاته سايله وممكن نحشيها اي نوع جبنه احنا عايزينه. احنا هنحشي زي احنا شايفين كده اهو شويه جبنه رومي. صلوا على رسول الله. ونبدا كده ايه زي ما انتم شايفين كده. لو لقيتي حسيتي بايدك بتلزق زيت بسيط كده بس توصيل. اهم حاجه احنا نقفل الجبنه كويس عشان الجبنه ما تطلعش منها. نلفها زي احنا شايفين كده. وانا العجينه طريه معانا ما تخافيش منها خالص. تقفليها بقى كويس كده.
اهم حاجه انك تقفليها كويس كده عشان ما تفتحش معاك لما تخمر. عجينه جميله طريه بتتفرد بسهوله خالص معانا اهي. شايفين كده الصينيه بقى اللي احنا هنخبز فيها اهيت وهنرصها كده. الحته اللي هي فيها فتحه دي اللي انت قافلاها خليها تحت عشان لما تخمر ما تفتحش معاكي. الصينيه دي دهنها يا دوبك دهنه بسيطه خالص زيت، وممكن ما تدهنهاش زيت بس الاضمن يعني عشان ما يلزقش مننا. بس هنعمل بقى مع بعض واحد ساده كده. العجين احنا متغطي برده كده عشان وشه ما ينشفش. شايفين السهوله بتتفرد بسهوله ازاي معانا؟ شايفه كده اهي مستطيل معانا. تبدا بقى تلف كده، دي ساده من غير حاجه خالص معانا، واحده واحده كده. عايزه مربى ماشي، عايزه شوكولاته ماشي، اي نوع جبنه معاكي ماشي، مفيش اي مشاكل. تقفل كده من الجناب كويس ومن الحرف كده برضو. انت لما تحط على الصينيه تحط على الناحيه دي، يبقى دي من غير حشوه خالص معانا. هكمل بقى الكميه كلها واوريكم بعد كده هنعمل فيها ايه. كده يا حبايبي اهو احنا قطعنا الكميه ديت قدامكم اهي كده ماشي، وهنسيبها حوالي ربع ساعه، وبعد ربع ساعه نولع الفرن يسخن ونشوف هنعمل ايه بعد كده. حبايبي هنا يا حبايبي معانا ايه؟ معلقتين سكر ومعلقتين لبن بودر دوبناهم في شويه ميه، هنكتم بيهم الوش معانا اهو بس كده. وهنيجي بقى عندنا حبه البركه، حبتين بس كده على الوش. طبعا عايزه تسيبيه ساده على السيبيه براحتك. وهنا معانا ايه؟ سمسم. طبعا هو سمسم ابيض عشان لما يتحمص يبقى لونه كويس ما يتحرقش معانا. ويكون طبعا الفرن والع قبلها ب10 دقايق، مولعه الشوايه من فوق ومن تحت، وتدخليه الفرن. لما تدخليه الفرن تهدي الشوايه خالص ويتحط على الرف التاني كده في النص. هنا يا حبايبي اهو طلعت العيش الفينو اهو، وعطيته دهنه ميه بسيطه كده عشان الوش يطرى، وغطيته بالفوطه بس 10 دقايق. وشايفين معانا طري ازاي؟ طري وجميل ازاي؟ والكيلو عمل 25 رغيف. شوف جميل معانا ازاي اهو. شوف من جوه طري زي الفل اهو. اتمنى بقى يجربوه وتقولوا لي رايكم ايه، وتشتركوا في القناه. كل سنه وانتم طيبين.